السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مرة بتشوف لي فيديوهات ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع اصحابك. ان شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في حاجة مهمة جدا، وهي ان انت لما بتيجي تطبع مثلا من على اي برينتر او كده، ازاي مثلا تخلي البرينتر دي تطبع معاك بأعلى جودة. وكمان يعني السطوع بتاع الحبر يكون واضح إلى حد ما، وخصوصا لو انت عندك الطبعة يعني مش دايما شغالة بالكفاءة المطلوبة. مبدئيا كده هندخل على كنترول بانل. طبعا لو مش موجودة عندك على سطح المكتب، ممكن تيجي هنا في عدسة البحث وتبحث وتكتب كنترول بانل مثلا. بنختار كنترول بانل وبنيجي على هاردوير اند ساوند. نيجي على اول حاجة اللي هي devices and printers. الطبعة بتاعتك اللي عندك اكيد هتبقى ظاهرة هنا انها متعرفة على سطح المكتب. انا مثلا كانون. هنيجي عليها نعمل كليك يمين ونختار printing preferences. تمام. هتظهر معاك النافذة دي. لو انت مثلا عايز الطباعة عندك بتتم بهاي كواليتي، اللي هي اللي هتيجي عند برينتر كواليتي دي تختار هاي كواليتي او ستاندرد او درافت، اللي هي عالية ومتوسطة وطباعة اللي هي ايه بجودة بسيطة او جودة منخفضة. وحجم الورق برضو برينتر بيج سايز هنا A4 مثلا. ولو انت عايز تطبع ببورتريت او لاندسكيب العرض او بالطول مفيش اي مشاكل. لو عايز تثبت الطباعة عندك ابيض واسود من هنا. بس احنا اللي يهمنا في ده كله الالوان. هنيجي على المين دي اللي فوق دي، وهنختار مثلا في الكالر اللي هي تحت دي. هي ممكن تلاقي عندك بشكل اوتوماتيك اوتو دي، انت هتختارها مانيوال وهتعمل ست. وخصوصا لو اللون الاسود مش بيظهر معاك بشكل كويس، هتلاقي اول ما بتفتح النافذة دي يعني يفضل انك ما تلعبش في اللي هي الالوانات اللي عندك في الطبعة. يعني احنا بنلعب في الاسود بس، لان دايما المشكلة بتبقى فيه هو. يعني بتلاقي الاسود فاتح قوي، وبالتالي لما كده تيجي تطبع اي ورقة ما بتكونش بالكفاءة اللي انت عايزها. هتلاقي الاسود في النص كده، وهتلاقي زيرو دي احنا هنعدل في الشريط اللي فوق ده، وهتيجي مثلا تعمله على دارك خالص اللي هي مثلا 50 دي. وكذلك برضو لو انت عايز تخلي لون الحبر افتح شوية، هو كل ده بيقلل معاك في التكلفة بتاعة الحبر، وتخلي الخراطيش تطول معاك وقت طويل. بس انت دلوقتي مضطر يعني هتيجي على دارك وتعمل اوكي. بكده انت ثبت ايه الاعدادات بتاعة الطبعة معاك على طول بالشكل اللي انت اخترته. تمام. يعني لما تيجي تطبع بمعنى اصح مش هتضطر انك تختار الاعدادات بتاعتك، ممكن تثبت اعدادات الطبعة بالطريقة دي. ده كان فيديو بسيط، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. شكرا ليكم على المشاهدة.